عسلامة ومرحبا بكم على قناتي في اليوتيوب. اليوم حبيت نعمل معاكم روسات الفطاير اللي جاو بنا على بنا. حبيت نجرب معاكم فطيرة بالعظمة والشيشي. شوفوا لهنا الخفة كيفني وكيفاش البات منفوخة بالباهي، والطرية قد ما نقولكم الطرية ما تصدقوش، طرية على الاخر ومن برا تتقرمش. يلا نبداو بطريقة التحضير. اول حاجة خذينا 500 جرام فارينة، زدت فوقهم غرفتين نشا اللي هما باش يعطيوك الطراوة ذيك، مع خميرة مرطبات، اشتر ساشي خميرة مرطبات. ولهنا خديت كاس ماء حطيت فيه مغرفة سكر وحطيت فيه مغرفة ياغورت، اما معناها زدتها من بعد ما تصورتش من الاول، وصبيت لها ساشي ونص خميرة خبز، هي اللي تعطيها معناها تخليها تنفخ بالباهي وتعطيك النفخة المزيانة. معناها لهنا بالطبيعة الخميرة بعد ما تخمرت خليتها في كاس، واكيد الماء يكون دافي ما يكونش سخون. صبيت الكاس الماء ذاك اللي فيه الخميرة ومغرفة ياغورت ومغرفة سكر، وحطيت معاهم العظمة كما قاعدين تشوفوا وشوية ملح، وخلطت الكل مع بعضه. لهنا كما تشوفوا ديما نحاولوا انه معناها العجينة نلموها بطرف صوابعنا، نحاول انك ما تعركهاش معناها دوبة تلم فيها وكهو. الحقيقة جربتها مرة في الروبو معناها، وكل ما نعرفش ما عجبتنيش ياسر، ما جاتنيش بنفس الطريقة هذه، على هذا خيرت اني نخلطها بيدي، جاتني خير الحقيقة. ما نعرفش يمكن حد اخر معناها كي جربها تجي مريقلة، اني الحقيقة جاتني المرة هذه خير، كي خلطتها بيدي خير. لهنا كما قاعدين تشوفوا مانيش نعرك فيها معناها دوبا نلم في العجينة ونحاول اني ندخلها لداخل، ومن بعدش نزيد شوية زيت زيتونة، ونحاول ندخل زيت زيتونة وسط العجينة في نفس الوقت تلم اكثر معناها، وندخل فيها زيت زيتونة باش تتلصقش. لهنا قعدت كيما قاعدين تشوفوا كل شوية نزيد من زيت زيتونة، ونحاول اني ندخل زيت زيتونة معناها وسط العجينة بالطريقة هذه. لازمكم تعملوا بالطريقة هذيك باش تجيكم بات طرية وهشوشة معناها، حاولوا انكم تعملوا بنفس الطريقة. تويكا باش تفهم اللي البات متاعك صحيح حضرت كيما هكا معناها تقاك تلم فيها وهي تتلم، ما تقعدش مسيبه روحها ياسر ولا تتلصق برشا كيما قاعدين لهنا كما قاعدين تشوفوا بعد ليلة كاملة من التخمير العجينة متاعي حضرت بالقدا. شوفوا قداش ما شاء الله معناها خامرة بالبيت. واش نبدا نقلي فيها توا، باش نبدا نقلي الفطاير متاعي كما قاعدين تشوفوا كيفاش حليتها. الفطيرة تاخو شوية من العجين وتحل الفطيرة كيكة بالطريقة هذيك، وتحطها في زيت يكون مسخن على نار مش متوسطة ومش ضعيفة، معناها بينين، لا هي قوية لا هي ضعيفة. ولهنا كما تشوفوا دوبا حطيت هاد نفخت كما قاعدين تراو فيها، وعملت الامبولات هذوك معناها متاع التخمير وكل. قعدت كما قاعدين تشوفوا نرش عليها في الزيت من الفوق، وكي نراها بدات تطيب من اللوطة نقلبها. لهنا كما قاعدين تشوفوا بعد ما قلبتها شوفوا اللون اللي خذيته قداش مزيان. حبيت نعمل معاكم كعبات بالعظمة وكعبات بلاش كما قاعدين تشوفوا، هذه عملتها لكم بلاش عظمة. لهنا ديما تبقى معناها تزيد الزيت فوق الفطيرة، كي ترى بلاصة مثال مازالت فاتحة ولا ما وصلهاش الزيت ولا حاجة تعاونها انت زادة في القليان. شوفوا لونها قداش مزيان وقداش منفوخة، وشوك الأنبولات معناها اللي عاملتهم من فوق. تويكا ذي الفطيرة حبيت نحط فيها عظمة كما تشوفوا، فقست العظمة في صحفة وزدتها فوق الفطيرة.
وقعدت كيما تشوفوا معناها نزيد الزيت، نحط الزيت فوق العظمة. لهنا كيف حبيت نعاود معاكم العظمة كيفاش تحطوها فوق الفطيرة. تحطها في صحفة كيما قلت لكم معناها، وتزيدها شوفوا بالطريقة هذه باش العظمة تطيب. تقعد تصب في الزيت فوق العظم باش العظمة تطيب، مش تطيب لازمها تكون رايبة. هي بنتها في انها تكون رايبة، مي على الاقل يوصلها شوية زيت، خاطر سينو ما تطيبش معناها. كما قاعدين تشوفوا ما صبرتش عليها الفطيرة الاخرى اللي بالعظمة، ذقت منها شوية. تويكا حبيت نعمل معاكم كعبات شيشي. كما قاعدين تشوفوا خذيت شوية من العجينة وحاولت اني ننقبها كيكة بصبعي معناه، وندورها. ما فيهاش تكنيك صعيب ياسر، توبا تدورها بالطريقة ديك معناه، تنقبها وتدورها وترميها في الزيت. كما قاعدين تشوفوا كيفاش معناه قاعدة تتنفخ بالباهي وتتقلى بالقدا. أنا حضرت صحن فيه سكر بجنبي، باش حطيت فيه معناها الكعب دوبة تخرجها نحطها ديريكت في السكر باش السكر يشد وسط الفطيرة. كما قاعدين تشوفوا نحطها وسط السكر وندورها معناها بالباهي لين معناها السكر يشد وسط الفطيرة. رسالتنا لليوم كملت، وان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، وان شاء الله تجربوها. وكان جربتوها ما تنساوش تبعثولي على انستغرام cooking with Soul. بدلنا الاسم تاع الانستغرام ومتاع تيك توك ولينا cooking with Soul. لهنا كما تشوفوا فما كعبات حطيت فيهم فوقهم معناه شوية عسل، كعبات بالسكر، كعبات بالعظمة، كل واحد وشنو يحب. اما جات خفة والله مش عادية. شوفوا كيف اني البات من داخل معناه ومقلية وما شربتش الزيت، جملة بنينة برشا. ننصحكم تجربوها. كان عجبتكم الرسالة تنساوش تشتركوا في القناة وتشجعوني بجيم وكومنتير وتبارتاجيو الفيديو. ميرسي على خاطر تفرجتوا في الفيديو. بسلامة، ان شاء الله في رسالة اخرى.